بس يا عيني كانوا فاكرين إن الموضوع سهل ولسه هيكتشفوا إنهم غلطانين. في الوقت ده ديرا يبدأ يشرح ليورو ويقول: بص يا يورو، في عالم مليان أشباح وأرواح ووحوش ومسوخ وحاجات لو شفتها بالليل هتنام والنور مفتوح شهرين، والاتنين دول من أقوى التسوجاي، شغالين مع بعض بتناغم مرعب ومحدش عارف لهم اسم حقيقي، عشان كده كل واحد بيناديهم باسم مختلف. لكن بالنسبة لك أنت دول التسوجاي بتوعك. وفجأة الأحداث تعمل فلاش باك وترجع للماضي، وقت ما يورو كان لسه طفل صغير وأبوه كان عايش. كانوا ماشيين في سرداب سري تحت الأرض، السرداب اللي بيوصل بين اليسار واليمين وبرج القلعة. وهناك نعرف إن حاكم قرية القديم هو اللي بناه من زمان، وقت ما القرية كلها كانت عبارة عن قلعة ضخمة، والسر ده محدش يعرفه غير كام شخص بس. وقبل ما يخلص كلامه الأب يبص ليورو بمنتهى الجدية ويقول: اسمع يا يورو، اليسار واليمين طول عمرهم بيحموني، فاوعى في يوم تبعد عنهم أو تستهين بيهم. وبعدها